ما انا ما اتنكدش عليا وانت ما تتابعنيش، ده مبدئيا يعني. انا ما اتنكدش عليا امبارح وانتوا كمان ما تتابعونيش النهارده، فاهمين؟ فايه نمشي مع بعض الدنيا كده والمتابعه الجميله. انت عارف مين يا صاحبي اللي معايا في الصوره ده؟ لا طبعا انت اكيد ما تعرفوش، ما انت تابعني هتعرفه. طيب، ده يا باشا اخر مدرب احنا بلعنا بسببه 3 في 3. الكلام ده قلب اخوك كانت سنه كام؟ كانت سنه 1965. يعني كان اختراع الشباشب ما كانش لسه جه، كانوا لسه ماشيين بالابايب، لان لو كان جه كانوا ضربوا اللي جابه بالجزمه القديمه، انت وده. ده يا باشا بقى قرر بعد 1965، شوف بقى يا باشا كام سنة، قرر ان هو يعيد الامجاد، يفكرنا تاني بالامجاد، ان الدنيا مكسب وخسارة. بس هو بيفتكر الخسارة بس، هو ما بيفتكرش معانا المكاسب ديت خالص. هو الموسم ده يا باشا خلاص، هو قال لك الموسم اللي فات ان خدت بيكم دوري، فاحنا مش هنطمع. بس العيب مش عليك، العيب على الادارة بنتكم الاحبة اللي سايباك لغاية دلوقتي. خمسة جد بره الهزار. واحد من الناس انا بكلمك هو والله ما بهزر، انا ان كان في ايدي قرار انا كنت حاولت على قد ما اقدر ان انا ارشي الفيفا ان هي تنهي رخصه ارنست، تنهي رخصته يعني، فاهم؟ نقطع رخصته خالص. شوف انا ماشي مقطع رخصتي، انا كنت يعني هطبقها عليه هو، يبقى ماشي مقطع رخصته ما معهوش رخصه. بصوا يا جدعان، بجد احنا اللي جاي علينا صعب قوي كمشجعين، فنحاول على قد ما نقدر ان احنا ايه، اي حاجه ليها علاقه بارني سلوت او اي حاجه ليها علاقه بليفربول ناخدها بصدر رحب خالص، لغايه ما ارن سلوت يمشي. لان تقريبا ارن سلوت مش هيمشي قبل يناير، لان مفيش اي مدرب حاليا موجود. لان اكيد مش هنروح نجيب ستيفن جيرارد، اللي هو بالمناسبه كان بيدافع عن المدرب امبارح، كان شايف انه لا، هو جيمي كاريجر كان بيقول ان المفروض ان ان المدرب بيفضل موجود، والمفروض ان احنا كمان نلوم اللعيبه. ما تنساش المتابعه لباخوك.